مرحبا أصدقائي، معكم زينوس، واليوم رح نحكي عن الاكتئاب. مرة من المرات طلبوا من عدة فنانين ورسامين بيعانوا من الاكتئاب انهم يوصفوا مشاعرهم ويعبروا عنها برسماتهم لحتى نقدر نشوف الدنيا بعيون الشخص المكتئب. فطلعت هي الرسمات. فمثلا في شخص رسم الاكتئاب على انه فراغ بيحس فيه الانسان وكأنه حياته ما لها اي معنى، وناس تانيين وصفوا الاكتئاب بانه صراع داخلي بين الشخص وعقله، كأنه الرسمات عم تقول إنه هذا الشخص بيفقد السيطرة على عقله وكأنه عايش بفوضى. وفي رسامين تانيين وصفوا الاكتئاب وكأنه سجن حالك السواد ما بيقدر الشخص يهرب منه، ومهما حاول يطلع من هي الحالة بيرجع يغرق فيها أكتر وأكتر. وكل هي الرسمات بتعكس تجارب حقيقية لناس عانت من الاكتئاب. فتعالوا معي نشوف الاكتئاب ونشوف كيف بيشوفه الشخص وقت بيعاني منه. لحظة، قبل ما نشوف أي شيء بدي إياك تتخيل معي إنك أنت والعيلة الكريمة أو أنت ورفقاتك مثلا قررتوا تطلعوا مشوار، رحلة على البحر مثلا. تخيل معي إنكم طلعتوا بهالباص ومبسوطين وعم تغنوا ورحتوا على البحر والعصافير تزقزق والكل مبسوط، شيء حلو ممتع صح؟ بس بالنسبة لشخص بيعاني من الاكتئاب رح يكون المشهد بالنسبة له مختلف تماما. نفس الرحلة ونفس المكان رح يشوفها شيء كئيب وسوداوي، يعني مهما كانت الدنيا حواليه ممتعة وملونة رح يشوفها بلون واحد بس، يلي هو اللون الأسود. وبيضل الشخص عم يعاني من الاكتئاب طول الوقت، وبس يروح ينام بيتمنى انه يصحى تاني يوم ويكون هذا الشعور السلبي انتهى، بس بيفيق تاني يوم وبيلاقي حاله لساته علقان بنفس الدوامة ونفس المعاناة. والموضوع ما بيوقف عند هذا الحد، فبيصير الاكتئاب يأثر على جسمه، بيصير حاسس بالتعب طول الوقت، وبيصير يأثر على نومه، فيا بينام كتير أو بينام قليل، وبيأثر على أكله، فيا بصير يأكل كتير أو بيأكل قليل. وممكن تجي أفكار سوداوية إنه يأذي نفسه مثلا، لأنه هو ببساطة الحياة عنده بلا طعم وما لها أي معنى، وبيحس إنه مستحيل يتخلص من هي المعاناة. لنقدر نقول إنه شخص معين عنده اكتئاب لازم هي الأعراض اللي قلناها تكون موجودة على الأقل لمدة أسبوعين. وعلى فكرة يعتبر الاكتئاب أشهر مرض نفسي بالعالم، وإذا رحت هلأ وسألت أي شخص بالعالم عن الاكتئاب غالباً رح يقلك إنه هو عانى من الاكتئاب مرة واحدة على الأقل بحياته. وحتى علماء النفس أطلقوا عليه لقب مرض العصر الحديث، خصوصاً بعد التقدم المرعب بالتكنولوجيا ومشاكلها مثل إدمان السوشيال ميديا والقصص. وعلى فكرة حتى أنجح وأشهر الناس بالعالم كمان ممكن يعانوا من هالمرض. على سبيل المثال دوين جونسون الملقب بذا روك، والمعروف بقوة شخصيته والكاريزما اللي عنده، وهي اللي مستحيل حدا يتوقع انه هذا الشخص ممكن يعاني من الاكتئاب، ومع هيك هو عانى منه. طيب بتحب أصدمك أكتر؟ عندك كمان الممثل الكوميدي المشهور جيم كاري يلي بيضحك ملايين الناس، بالرغم من هيك هو نفسه كان بيعاني من الاكتئاب جواته. يعني هذا الشخص يمكن آخر شخص بالعالم ممكن نتوقع انه يجي اكتئاب. ومن أشهر الأمثلة كمان اللي بتمثل كتير أشخاص في مجتمعنا هي حادثة انتحار المغني المشهور تشستر بينينغتون، واللي قبل انتحاره بأيام قليلة انتشر فيديو له هو مع عيلته وهو مبسوط وعم يضحك عادي، وبعد أيام تفاجأ العالم بانتحاره. وهذا معناه إنه في كتير عالم ممكن تشوفها أنت إنها عم تضحك ومبسوطة والظاهر إلك إنهم سعيدين، بس بالواقع بيكون عندهم هموم وحتى بيعانوا من الاكتئاب بدون ما يحس عليهم حتى أقرب الناس إلهم. ولهيك أنا حابب أوجه لك رسالة إنك لا تحكم على الناس من ظاهرها، ولما تعرف إنه في شخص بيعاني من الاكتئاب لا تستخف أبداً بالموضوع حتى لو كان السبب تافه بنظرك. لا تتجاهل الشخص المكتئب واسمعه وساعده قد ما بتقدر. كمان الرسالة الأهم بدي أقولها للشخص المكتئب إنه صديقي مرض الاكتئاب هو ما له عيب حتى تتخبى منه، وقد ما كانت حالتك شديدة وقد ما حسيت إنك مستحيل تطلع من هي الحالة لازم تعرف إنك بتقدر تطلع منها، ولازم تساعد حالك على هالشي، ولا تتردد أبداً بطلب المساعدة من الناس اللي حواليك. وبحال اجتك أفكار انتحارية لازم فوراً تلجأ لطبيب نفسي وما تسمح لهي الأفكار إنها تسيطر عليك، لأنه صديقي حياتك مهمة إلك وللناس اللي حواليك، وأكيد الانتحار ما له هو الحل. وصدقني لو أنت مكتئب مجرد أنك فكرت أنك بدك تتعالج من هالشي رح تنجح ورح تتغلب على الاكتئاب بشكل كامل، وحتى يمكن الاكتئاب رح يكون دافع إلك بعدين لحتى تحقق نجاحات أكبر بالمستقبل. ولو في حدا منكم عانى من الاكتئاب وتغلب عليه يكتب لنا تجربته مع الاكتئاب وكيف قدر يتخلص منه حتى العالم تستفيد. وبالنسبة للعلاج فالعلاج موجود وفعال كتير وبيعتمد حسب حالة الشخص. فممكن لو حالتك بسيطة علاجها يكون انك تطلع تنبسط مع رفقاتك واهلك وتعبر عن الشي اللي جواتك وتفضفض لحدا تثق فيه،
وإنك طبعا تاخد الحياة ببساطة، يعني تبيع بقشرة بصلة. ولو حالتك أصعب كمان ما تخاف، في أدوية بتعالج الاكتئاب. طبعا أي نوع من العلاجات لازم يكتبها طبيب نفسي حصرا. وهيك أصدقائي بكون خلص الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم. بشوفكم بالفيديوهات الجاية. سلام.